سألنا مستر عمر الحصري مجموعة أسئلة بخصوص كورس التفل، ودي كانت إجاباته. يا ترى إيه هو التفل؟ التفل عبارة عن تكنيكس وابروتشز سكيلز كتير جدا اتجمعت كلها مع بعض، عملت برنامج كبير اسمه تفل. تفل كلمة يعني اكرونيم كده بتستاند for Teaching English as a Foreign Language. يا ترى مين يقدر يدرس وياخد كورس التفل؟ الكورس ده موجه لأي حد مهتم بمجال التدريس عامة ومجال تدريس الإنجليش خاصة. يعني ممكن يكون حتى لو هو مدرس إنجليش بس حابب يعرف أكتر عن التدريس، عايز يطور نفسه، عايز يبقى شخص بروفيشنال، أو حابب يشتغل في مدارس انترناشنال مثلا، أو حابب يسافر بره يشتغل بسيرتيفيكت بروفيشنال، يشتغل في أماكن أو educational centers أو language centers، ممكن ياخد برنامج التفل ده. فمين ليه برنامج التفل موجه لأي حد مهتم بمجال التدريس أو عنده لانجوج كويسة، يعني مثلا upper intermediate، يعني مثلا بنتكلم في ال B1 plus and above، أو أي حد مهتم بمجال التدريس أو already teacher. هل لازم يكون عندي خبرة في التدريس عشان أبدأ في كورس التفل؟ لا، مش محتاج خبرة التدريس الكبيرة، يعني مش شرط ان انا اكون مدرس وعندي خبرة واشتغلت كتير قوي في مجال التدريس عشان ابدأ اخد التفل. لا خالص، ممكن اكون انا شخص لسه ببتدي في التدريس، ما عنديش خبرة كبيرة في مجال التدريس، ممكن يكون حد ما عندوش خبرة خالص في مجال التدريس. بس احنا كتيوترز بنرجح ان الشخص يكون عنده حتى البيسكس، يعني عارف يعني ايه طالب، عارف يعني ايه منهج، عارف يعني ايه جرامر، عارف يعني ايه لانجويج، مهتم بالمجال ده، ممكن يكون عنده بس باك جراوند حتى لو بسيطه خالص، بنفضل ده. بس برضو لو الشخص ما عندوش اي بيسكس خالص في الفيلد ده، ممكن يبتدي وهيتعلم يعني جوه التفل. يا ترى كورس التفل هيساعدني أطور اللغة بتاعتي؟ طيب، اجابه السؤال ده ولا في نفس الوقت. ليه؟ علشان انا كمدرس لو انا داخل التفل فاكر ان انا هطور اللغه بتاعتي، او هو حد داخل الكورس ده هيطور اللغه او هياخد جنرال انجلش، لا مفيش كده. احنا مش بندرس لغه خالص، يعني التيوترز مش موجودين في التفل عشان يدرسوا اللغه نفسها، هو بيدرسك سكيلز وتكنيكس ازاي تدرس اللغه، فاوريدي لازم يكون اللغه عندك اصلا. بس في نفس الوقت برضو ساعات انت ممكن التيوترز بيبقوا مسؤولين ان هم يصلحوا لك اخطاء معينه في السبيلنج، اخطاء معينه في البرونانسيشن، اخطاء معينه في رايتنج الليسن بلان. كمان الانفايرمنت كلها بتبقى بالانجلش، حتى التيوتر كمان بيتكلموا بالانجلش. فسامحاو يعني البيئه كلها لما تكون بتتكلم بالانجلش ده بيساعدك اكتر انك تبراكتس الانجلش. بس ما اقدرش اقول ان هو بيطور اللغه عندك، دي حاجه انت محتاج تشتغل عليها على نفسك. استنونا في الجزء الثاني وتفاصيل أكتر عن التفل كورس مع مستر عمر الحصري. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.